فهنا العلاقه اساسها عباره عن تواصل. فاحنا نقدر نقول كده اهو، انه لو افترضنا كده اهو شخصين اهو، ان العلاقه هي الجزء المشترك ما بين الاتنين دول. فاحنا عندنا العلاقه هي الجزء المشترك اللي يجمع ما بين الاتنين دول. طب الجزء المشترك دوت عباره عن ايه؟ عباره عن التواصل، بيتم عن طريق التواصل، مش هو عباره عن تواصل. يعني الجزء المشترك ده علشان يبقى مشترك، علشان يتكون ما بين الاتنين، محتاج واحد تواصل ما بين الاتنين. التواصل دوت حاجتين، واحد فكري، اتنين جسدي. هل لازم التواصل يكون بالاتنين؟ لا مش لازم، بس دي انواع الحاجات اللي احنا بنستخدمها، الجسم والفكر، بنستخدم الاتنين دول علشان نتواصل مع بعض، بنكون عملية التواصل دي. طيب الحاجة التانية والمهمة جدا الوقت. دول المعيارين اللي بيحددوا ان في علاقة او لا. فبالتالي لو ما فيش تواصل مش هيبقى في علاقة، لو ما فيش وقت مش هيبقى في علاقة.